ملخص الثاني أفضل مباراة لعبها الهلال في كأس العالم للأندية. تسديدة قوية بعدها ترجع له فاول في مكان جدا قريب، يلعب الفاول في الحيطة وتنتهي الخطوة. كان سلو يتحرك خلف مالكم وشفناها كثير. بعد عرضية لسالم يشوتها وتوصل لليوناردو وتضيع بطريقة غريبة. هنا فينيل غارسيا ونيفيز بعدها بالبلوك، وانتو بين اللاعبين بأكثر من مرة وتروح ركنية للهلال. بنص خطورة الهلال واللعب الممتع مرتدة سريعة ريال مدريد، رودريجو يلعبها لغارسيا ويسجل مدريد هدف صادم للكل وغير متوقع. اسينسيو بعدها يسحب ريناردو وبلنتي للهلال يسجل روبن نيفيز. واخر الشوط الاول الهلال كان بيقلب النتيجة، سالم لسافيتش رجعها لسالم والكل هنا حسبها هدف. يبدأ الشوط الثاني بخطورة من ريال مدريد بشكل مو طبيعي بالعارض، وبعدها عرضية من فيني يخرب بيت الارتقاء من غارسيا، ولكن ديما بونو ينقذ الفريق من هدف محقق بدقيقة 80. سالم بالضغط يلعبها ليوناردو بعدها، وكالعادة تنفيذ غريب، انطلاقة خطيرة على الجناح بس حمد هنا مرجله بالمعنى الحرفي. وعاد بدقيقة 87 صدم الكل هلالي بعد ما شاف القحطاني بالفار بالتدخل الغريب، ووقتها خلاص سيناريو مستفز، قدم مباراة للتاريخ وتخسر مننا. وفعلا الحكم قرر انها